السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى الكل يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة يا ربي. اليوم نشارك معكم الطريقة ديالي في الطياب ديال اللوبيا البنات، وهذا وقتها في هذا البرد. الصراحة كتجي رائعة. تابعوا معنا لا فيديو ان شاء الله يعجبكم. طريقة سهلة سهلة بزاف وتتوجد بالزربة، خصوصا الا كان عندك الشغل وكنتي ما مسالياش او عندك التخمال البنات، راه كتنفع الصراحة. والواحد كيتشهاها ضروري. هنايا البنات حبة ديال البصلة كنقطعها هنايا في الهاشوار. لما بعض المرات ما نديرش فيها البصله وليت تجي فيها زوينه البنات، خصوصا الا كانت مسحوقه، ما خصهاش تكون باينه يعني. هنا في الصوص ديال الثوم يكونوا 4 كبار، يكونوا هكذا. انا عندي هادو الصغار درت كثر من 4. البنات على حسب الكميه دائما راه كتجي فيها الثومه هي مزيانه وكتعطي واحد النكهه مزيانه. ضروري الثومه وداكشي ديال القطاني راه ضروري، الا ما كانش الثومه راه ما كاين والو. خصوصا في البرد راه كتجي سخونه البنات وكتنفع في الطياب، كتجي يعني زوينه. هنايا طحنت البصله والثومه، ومن بعد البنات غندير هنا 2 حبات ديال المطيشه يكونوا كبارين، يكونوا كبار يعني. صافي غنقطع هاد الحبات ديال المطيشه فوق البصله وهذيك الثومه. الوصفه البنات راه ما تتاخذش بزاف ديال الوقت وخصوصا الانسان اللي كان هكذا ما عندوش الوقت وباغي يخمل او باغي يمشي لشي بلاصه هكذا ويخرج بالزربه ويجي، كتكون يعني ساهله. في اسهل وصفه في الطبخ هاد اللوبيا، يعني ما كتاخذش، ما فيهاش مراحل يعني كبيره. صافي هنا البنات انا بعد ما نطحن المطيشه وديك البصله والثومه، راه البنات بالزربه تتوجد. الا ما كانتش عندك هاد الهشوار ممكن تقطعيها هكذا رقيقه وتحطيها العاديه. كلشي البنات كلشي السبل يعني ساهله باش تأدي واحد الوصفه، ما كاين حتى شي حاجه صعيبه. وممكن غير تقطعيها باليد، راه خلاص ملي كتشد الوقت في الطياب راه تذوب، ما تبقى حتى حاجه باينه. هنايا البنات معايا اللوبيا تقريبا هنايا نص كيلو البنات رطبت. تغسلي مزيان الغسيل راه ضروري جيدا جيدا، تغسليها 3 المرات صافي وترطبيها بالماء. راه شربات الماء ديالها هنايا ما بقاش فيها بزاف وغنديرها بالماء ديالها. راه كما ذكرت من اسهل الوصفات البنات وتتوجد بالزربه وتتاكلي منها وتبارك الله. لا بقى مثلا كتخلي العشاء وتخلي مثلا الغد ليه كتجبديها تسخنيها للعشاء، كتجي ساهله ساهله. صافي البنات غندير فيها هذيك البصله والمطيشه والثومه اللي طحنت، وندير 3 المعالق هكذا. عندي القزبر هنا والمعدنوس مقطعين، ندير تقريبا واحد 3 المعالق كبارين. الخرقوم العطريه ديالها البنات راه عاديه اللي كنطيبوا بها المرقه عاديه. سكينجبير ما كاين حتى شي حاجه زايده. الابزار صافي كذا معلقه صغيره. والمطيشه الفلفل الاحمر يكون بالزيت معلقه كبيره. صافي هنايا واحد نص معلقه هكذا صغيره ديال القزبر يابس. والهريسه البنات داكشي ديال الحار اختياري، انا عزيز عليا تكون اللوبيا والعدس يكونوا حارين هكذا في الطياب. ومطيشه الحك معلقه كبيره صافي. وفلفله راس ديال الفلفله وقطيعه ديال الحامض. ضروري البنات انا درت له هنا الحامض خضر. كان عندك مرقد ممكن ديري مرقد، انا عزيز عليا هنا الحامض خضر كاين طرف هكذا في الثلاجه درته. صافي هنايا وديري الماء الكافي البنات اللي غطيب فيه هكذا. الماء بالزيت ضروري، راه غتشرب مازال الماء. ولا حليتيه وخاصك هنا الماء ممكن تزيدي الماء. صافي هنايا البنات ندير واحد نص كاس تقريبا ديال زيت الزيتون. هي راه كتواتي البنات مع زيت الزيتون. انا هنا راه ما كندير فيها لا لحم ولا والو، كنديرها غير حرفيه، كتجي زوينه. الوتو ديالها هو داك زيت الزيتون. صافي هنايا غادا نسد الكوكوط. في الاول البنات نزيد البوطه مزيان، تصفر الكوكوط نقص خليها طيب على المهل ديالها واحد الساعه تقريبا. حتى صافي دايره فيها الماء الكافي، دايره عاد نحلها. ولا جاتك دائما ملي تحليها جاتك مثلا عاقده ممكن تزيدي طيبي الماء وتزيدي وتخلي المهم حتى طيب. طيبي لها شويه الماء وتزيدي وتعاودي تحركيها. هي البنات بعد ما طابت جات الصراحه رائعه وجات البنات بنينه. ما نعاودش لكم البنه. ضروري هاد الحاره البنات خصك تحيديها، راه لا تلقط الحروره كتمشي تولي حاره يعني بزاف. ضروري ملي تحليها اول حاجه تحيديها هي ديك الحاره باش ما تهرس وتطلق الحروره ديالها. هي البنات جات المريقه ديالها واقفه الصراحه رائعه. انا زدت معلقه ديال الكمون صغيره غير شويه. صافي غنزول هذيك الفلفله. ملي غنزول البنات الفلفله صافي غنحركها مزيان تطلق داك النشا ديالها في بعضياتها. مع التحريك جيدا تطلق داك النشا ديالها. فهي ضروري خصها تطلق ديك العقده ديالها، ما تخليش لها دوك الحبيبات يتهرسوا يعني.
صافي البنات هنا راه من بعد حطيت الدراري في زليفات كلاوها غير بالمعلقه. ولا بانت لك هاك عاقده، راه هنايا راه ما بينتش التصوير كامل لانني حطيت هنا، ومني عاودت طليت عليها لقيتها عاقده. زدت واحد شويه، شي كاس تقريبا ديال الماء طايب، صافي غير باش التوازن ديالها في ما تجيش عاقده يعني بزاف. هانتوما البنات كما تلاحظوا راه جات واعره واعره البنات وبنينه. الاهم من ذلك انها لذيذه البنات وبالصحه والراحه. ونتمنى البنات دائما لا عجبكم لا فيديو ابوني واشتراك ولايك لقناتي، وشكرا والى وصفه اخرى ان شاء الله بالصحه والراحه.